بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده محشي ورق لفت، وبرده هنخلي الروس بتاعه الورق. زي ما انتم شايفين كده، انا جبت الطماطم وفرمتها في الخلاط، وجبت بصله قطعتها، بصله كبيره وقطعتها عشان ايه اسبك بقى الطماطم. زي ما انتم شايفين كده، هحط بقى الزيت واسبك الطماطم. بعد كده هسلق ورق اللفت. هقطع بقى الرز الاول، وبعدين هاخد الورق اغسله وهسلقه في الميه، اغلي الميه وبعدين اسقط فيها الورق اللفت. انتوا شايفين كده، هنزل عليها بقى بشويه زيت. بعد ما البصله تتحمر كده ذهبي كده معايا، مش هحمرها عشان يبقى البصله يبقى المحشي ني في ني. اخليها بس تبقى ذهبي كده، واحط الطماطم على طول. اسبك بقى الطماطم، حطيت الزيت اهوت، هخليها تدبل كده بس، وبعدين انزل عليها بعصير الطماطم. واقطع بقى اللفت اللي انا جايباه اهوت. قطعت الروس اهوت الاول بتاعت اللفت، اقطع الروس اهوت، وهشيل الورق بقى واسويه وبعدين اغسله. اقطع الروس الاول. الروس طريه وحلوه، هي مش كبيره قوي، متوسطه يعني، وطريه حلوه. اللفت حلو يعني، طازه، لسه جايباه من السوق بتاع يوم التلات، سوق بلدنا. جايبه الربطتين ب5 جنيه. من ربطتين لفت بقى. النهارده هنعمل محشي، وهنعمل مخلل. زي ما انتوا شايفين كده، قطعت الروس اهوت. وبعدين هفك بقى الربطه بقى ديت برضو، والورق بقى هسويه. وبعد ما اسويه بقى الورق هغسله واحطه في الحله، اسلقه بقى في الحله في الميه. انا حاطه الميه دلوقتي على البوتاجاز بتغلي. قطعت ربطه، والربطه التانية لسه بقطعها اهوت. لفت طازه يعني، لسه جاي من السوق. وجايبه برضو ربطه شبت على بقدونس. اقطع بقى الورق اهوت بالشكل ده. اشيل بقى العيدان ديت، نرميها نحطها للبط يعني، عشان العيدان ما بنحدقهاش، بنحدق الرز بس. بنحدق يعني اللي بيبقى في الراس بس، يعني الحتت الصغيره اللي باينه ديت اللي في الراس دي بس، اللي من اللي بنحدقها بس، ما بنحدقش بقى دي العيدان. بعد كده اقطعه بقى اهوت الورق اهوت. وده اللي ربطة اللفت دي، ربطة الشمتة بقدونس، هغسلها بقى وانضفها كويس. قطعت الروز اهي زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها اهوت بالشكل ده. هغسلها بقى. بقطعها قطع صغيرة كده. لو عايزة كل واحد بقى ومزاجه، لو عايزة بقى تقطعيها قطع كبيرة قطعيها. انا بقطعها صغيرة كده، بتبقى حلوة في المخلل وما بتاخدش وقت كتير. وربطة الشبت بقدونس اهيت، جايباها الربطة دي ب1 جنيه. هغسلها بقى. والطماطم معايا اتسبكت اهيت. بعد ما الطماطم اتسبكت، حطيت بقى الملح وشطة وكمون وكزبرة. يعني حطيت شطة بسيطة. والورقة حطيته في التشطيبات عشان الستين كده بنسلق فيه اهوت. هسلقه فيه غسله كويس، وغسله الورق كويس برضو. هسلقه بقى اهوت، مش هغيبه في المية عشان ما يتهراش يعني، يدبل كده معايا، واطلعه عشان ما يتهراش بقى معايا، عشان اعرف احشيه. عشان ورق اللفت بيبقى خفيف كده، ما ينفعش تغيبيه في المية السليق، عشان ما يتهراش منك، عشان تعرفي تحشي المحشي. بعد كده بقى الصلصة هي اتسبكت معايا، طفي عليها. والروسة هي بغسلها تحت الحنفية بقى كويس، من الطينة او فيها اي حاجة تطلع منها. اغسلها في المصفى ديت عشان لو فيها حاجة تطلع بقى. وبعد كده مغسل المحشي بقى، المحشي ولا عليه. اعبيه بقى في البرطمان. انتوا شايفين كده. حطيت بقية كمية الورق اللفت اللي معايا اهوت. اسلق الباقي اللي معايا. سلقت شويه وهسلق الباقي. بعد ما اسلق بقى، هفرش الحله بقى طماطم وبصل وفلفل وشبت وبقدونس. وهحشي بقى حله اللفت. انا بصور بقى لنفسي، فمش هاجي وانا بحشي، انا هجيبها لكم بعد ما احشيها. انتوا شايفين كده. وغسلت برضو الشبت والبقدونس. هقطعه بقى قطع صغيره اهوت بالشكل ده. غسلته. هقطع بقى قطع صغيره اهوت. بعد ما تقطع قطعت اهوت.
وافرش بقى الحلة بالشكل ده. برضو فرشت الحلة اهوت، طماطم وبصل، طماطم وبصل وفلفل وبرضو شبت وبقدونس، وحطيت الرز دوت على الصلصة والشبت والبقدونس، وفرشت الحلة وهحشي بقى الحلة اهوت. وده الورق اللي معايا. ولعت على المحشي بقى بعد ما خلصت اهوت، ولعت عليه اهوت نشف، وطيت عليه اسيبه بقى ايه يتردد. وحشي وهعمل بقى المخلل. جبت بنجرية وقطعتها في شوية مية، وجبت 4 معالق ملح ومعلقة صغيرة سكر اهوت، وجبت برضو شوية شطة كده بسيطين اهوت. وهعبي بقى، وجبت البرطمان اهوت وغسلته كويس اهوت، وعملت كده، عملته كده على البوتاجاز على النار كده عشان إيه ما يعملش ريم وانت محدقاه. بتقوم حاطه البرطمان كده على النار كده بس من بعيد عشان ما يسحش، عشان بس الحرارة بس بتاعت البوتاجاز تيجي فيه، عشان ايه ما يبقاش يعمل ريم على المخلل. واعبي اهوت البرطمان بالشكل ده اهوت. بعد ما اعبيه بقى احط الملح ومعلقة السكر، واحط البنجر بشوية المية اللي انا نقعهم فيه، واحط شوية الشطة، وهزود بقى مية وتغطي عليه بقى وتسيبيه. بعد 3 ايام بتاكلي منه عادي، بيبقى طعمه جميل اهوت. معلقة السكر برضو حلوة المخلل، بتخليه ما يتهراش اهوت. ضفت المية اهيت اللي على البنجر، وهضيف برضو البنجر اهوت، منجرية مقطعها ونقعاها اهيت، بيدي لون كده جميل للمخلل وصحي، يعني احسن من اللعلة. اللعلة بتبقى وحشة للمخلل، لان اللعلة دي مواد صناعية وكده مبتبقاش حلوة، بس البنجر بيبقى حلو اهوت. غطيته بقى، وبعد 3 ايام بناكل منه عادي، بيبقى خلاص اتعمل. وبرضو عملنا المحشي اهوت، زي ما انتوا شايفين كده هو المحشي اهو استوى. وعملنا بقى من ربطتين لفت النهارده، عملنا محشي وعملنا برطمان مخلل اهوت. والمحشي اهو استوى خلاص اهوت وعرفته. عجبكم الفيديو بقى، وعجبكم الفيديو بتاعنا النهارده والمخلل وورق اللفت النهارده اللي احنا جايبينه. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه.